لو انت عندك خبرة مش عارف تستغلها ازاي علشان تعمل فلوس اونلاين. في ناس كتيرة شغالة بقالها فترة في شركات عندها سنوات عديدة من الخبرة في مجالات متعددة، سواء كانت في السوفت وير زي حالاتي او في مجالات تانية. تبدأ ازاي؟ تتكلم في ايه المنتجات اللي ممكن يعرضوها؟ هل المفروض يعملوا كورسات؟ المفروض يعملوا برامج منتورشيب؟ ماستر مايند؟ المفروض يعملوا ايه بالظبط؟ حالة التوهان دي بتخلي كتير من الأشخاص ما تعملش أي شيء، وأنا هقول لك على اللي أنا جربته وخلاصة تجربتي في خلال 5 سنين، واللي أنت محتاج تعمله بالتفصيل بدون حشو كتير. ليه أنا مؤهل إن أنا أقول لك الكلام ده وأنصحك؟ لأن أنا ببيع خبرتي بقالي 5 سنين، وقدرت إن أنا أعمل أكتر من 40 ألف دولار في خلال أقل من 6 شهور ببزنس بسيط جدا، وهو بيع خبرتي للناس. إن أنا بدخل مع الناس استشارات وبقول لهم بالظبط يعملوا ايه في الحاجات اللي هم عايزين يتعلموها. الناس دي بتجيلي منين او بوصل لهم ازاي؟ من خلال منصتين هما اليوتيوب وتيك توك. قدرت على مدار السنوات اللي فاتت ان انا اعمل عدد لا بأس به من المتابعين على يوتيوب وعلى تيك توك وكمان على الانستجرام، ولكن انا مركز بشكل اساسي على اليوتيوب والتيك توك، ان انا انشر المحتوى بتاعي، اتكلم في افكاري، وبحاول ان انا اجذب عيون الناس للخدمة بتاعتي. ايه الخطوات؟ اول حاجة، ما تعملش كورس نهائيا في الاول، لان انت ما عندكش عدد كافي من المتابعين. دي اول حاجه. فانت لو عملت كورس مثلا مش هتعرف تبيعه بسعر كبير، وحتى لو عملته بسعر صغير مش هتقدر انت تسوق له، لانك لسه جديد مفيش حد عارفك. وسمعه الكورسات للاسف سيئه جدا، حتى لو كانت نيتك خير والكورس بتاعك كويس جدا. اي حد بيعمل كورس بيتاخد عنه فكره انه نصاب لحد ما يثبت العكس. فما تفكرش في ان انت تعمل كورس في الاول. اول 3 شهور محتاج ان انت تنشر محتوى بشكل مستمر، عشان حاجتين. اول حاجه، انت تفهم نفسك ايه الحاجه اللي شغاله معاك، لانك في اول 3 شهور بتبقى فرصه حلوه جدا لان مفيش حد عارفك. بتبدا تفهم المحتوى بتاعك إيه اللي شغال. هتلاقي الناس بتقول لك انت طريقتك كويسه في الحته دي، او انت المحتوى ده مناسب ليك اكتر. فهتلاقي الناس نفسها بتفيدك، الناس اللي هم الكويسين، مش الناس التانية اللي هي بتقعد تحبط في الناس وخلاص، او اللي بيبقى النقد بتاعهم سلبي. انت بتدور على الناس اللي نقدها بناء. فالناس دي بتقعد تسالك شويه اسئله. الاسئله دي هي الكنز بتاعك، او هي الحاجه اللي المفروض تبقى موضوع الخدمة اللي انت هتقدمها او المنتج اللي انت هتطلقه فيما بعد، واللي هقولك عليه. بس خليك معايا للاخر. دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية، الناس لازم تعرف انت مين قبل ما تقرر انها تاخد منك قرار شراء. الناس مش هتشتري منك بعد فرجة على فيديو او 2 او حتى 3 او حتى 10. بياخدوا وقت علشان ياخدوا قرار شراء، حتى لمنتج سعره رخيص. طيب انا هعمل محتوى لمدة 3 شهور. هتكلم في ايه؟ هتتكلم في الحاجات اللي انت عندك خبرة فيها، او الحاجات اللي انت بتفهم فيها، الحاجات اللي الناس هتصدقك وانت بتتكلم فيها، الحاجات اللي عندك مصداقية فيها. فانا لو جيت اتكلمت مثلا في مجال السوفت وير، فانا عندي مصداقية لان انا شغال فيه بقى 12 سنة. لو انا جيت اتكلمت مثلا في مجال ممكن الفتنس، فانا عندي مصداقيه شويه لان انا دخلت بطولات مثلا وبتمرن بقالي فتره طويله. فانت محتاج تتكلم في الحاجه اللي لو حد سالك انت بتكلمني بناء على ايه، هتقول له انا بقالي كذا سنه شغال في الحاجه دي او عندي خبره في الحاجه دي. فبناء عليه الشخص هيصدقك. فانت مش طالع تفتي، فاتكلم في الحاجه اللي عندك خبره فيها. فممكن مشاكل في شغلك تكون بتمر بيها بشكل يومي، او مشاكل مع اشخاص سوفت سكيلز، او ممكن تكون نصايح بتنصحها لحد عايز يوصل للنقطة اللي انت فيها، او بدأ في المجال اللي انت وصلت لمرحلة متقدمة فيه. الخبرة نفسها موجودة، ولكن طريقة عرض المعلومة وطريقة كتابة او توصيل المعلومة دي بتختلف من شخص للتاني. في ناس عندهم مهارة ان هم ينقلوا المعلومة بتاعتهم للشخص، فالشخص يقتنع فيشتري منهم. وفي شخص ممكن يكون عنده خبرة تقنية كبيرة جدا، ولكن اول ما بيتكلم بتقفل فيديو، بيتكلم بس لمده 5 ثواني خلاص انت بتقفل. فهنا الملكه بتاعه توصيل المعلومه، او ان انت تقنع الناس باللي انت بتقوله، اسمها الكتابه الاعلانيه. فلو في حاجه هتضيفها فوق الخبره بتاعتك، فهو ان انت تتعلم كوبي رايتنج او كتابه اعلانيه. دي اول خطوه تقريبا، لازم تتعلم الموضوع ده. الموضوع ده فرق معايا كتير جدا حتى في شغلي كسوفت وير ديفلوبمنت. انت بتكتب ايميلات، بتتكلم مع الناس، تقنعهم ازاي، تفهم دماغ الناس نفسها شغاله ازاي، وازاي تقنعهم. احنا عندنا برنامج كامل بتاع الكتابه الاعلانيه، في اللي انت محتاج تعرفه بالظبط علشان تقدر تبيع اي شيء. لو انت مهتم هتلاقي اللينك بتاع الاشتراك في البرنامج تحت في اسفل الفيديو. لو اتقنت الكتابه الاعلانيه هتقدر ان انت تقنع الناس، فهتلاقي الريتش شويه بشويه بيعلى. هتلاقي الناس تبدا تسالك اسئله: انت شغال فين؟ انت بتعمل ايه؟ طب لو عندك مشكله معينه في الحته دي هتعمل ايه؟ طب لو انا عايز اشتغل في المجال بتاعك اعمل ايه؟ الناس دي هتبدا تعرفك انها مستعده فيما بعد انها تدفع لك مقابل اللي انت بتتكلم فيه.
فهنا عندك بروف اوف كونسبت او اثبات ان هيبقى في طلب على المنتج بتاعك. فانت ما بتحطش مجهود في ان انت تعمل كورس متوقع ان هيبقى في طلب عليه قبل ما تعرف اصلا الطلب، لانك احيانا بتبقى شايف الحاجه من وجهه نظرك جيده او الحاجه دي مفيده، ولكنها من وجهه نظر الناس التانية غير مفيده على الاطلاق. هنا انت جاهز انك تبيع اول منتج، وهو منتج الاستشارات. الاستشارات معناه ان انت بتدخل تبيع وقتك للناس، معناه ان انت الناس بتدخل تحجز معاك اجتماع وانت بتقول لها يوصلوا ازاي للنقطه اللي انت فيها. بكل بساطه بتعمل اكاونت على كالندلي، بتحط فيه الاوقات اللي انت متاح فيها، الناس بتدخل تحجز معاك الاستشاره، تدفع لو كان عندك سترايب، ما كانش عندك سترايب ممكن تعمل تحويل بنكي، وبتدخل تتكلم معاها في الحاجات اللي انت عندك خبره فيها. الحد الادنى لثمن الاستشاره هو $30. فانت لو عملت الموضوع بشكل مستمر وقعدت تعمل محتوى اللي هي المكنه اللي بتخلي الترافيك يجي على الاستشاره بتاعتك، ممكن توصل ان انت تعمل 1000 و2000 و3000 دولار واكتر من كده شهريا، لان ثمن الاستشاره دي بيزيد كل ما زاد الطلب على الخدمه بتاعتك. وفيما بعد تقدر ان انت تضيف حاجات جديده بقى، اللي هو كورس مثلا، لانك تبقى الناس عرفتك في ثقه فيك، وبعد ذلك منتورشيب. والحته بتاعت الكورس والمنتورشيب دي ممكن نتكلم فيها بشكل مفصل في فيديو تاني، بس انا حبيت اديلك البذره او الحاجه اللي هتوصلك ان انت تعمل 1000 و2000 و3000 دولار في الشهر. ده حرفيا اللي انت محتاج تعمله. ما تصعبش الموضوع على نفسك، الموضوع بسيط جدا. كل ما كانت البدايه سهله كل ما تقدر ان انت تبيلد المومنتوم، او ان انت تكمل وتجري. عارف اللي هو انت بتسخن وبعد كده تجري بقى ان انت تطلع كورسات او ايا كان. فما تصعبش الموضوع على نفسك. لو انت عندك خبره في مجال الناس عايزه تشتغل فيه، مش محتاج ان انت تدخل في مجال الدروب شيبنج ان انت تبيع حاجه انت مش شايفها، مش محتاج ان انت تدخل في موضوع التريدنج او ان انت تدخل في موضوع حرمانيه او غيره، مش محتاج ان انت تعمل شيء غير ان انت تحاول تضاعف الناتج من الخبره اللي انت بنيتها على مدار السنين. ولذلك انا مقتنع جدا جدا ببزنس بيع الخبرات، وهي رساله انا بحاول ان انا اوصلها للناس. انت عندك خبره، الخبره دي لو ما استغلتهاش بتقدم. بمعنى ان انت عندك خبره في السوفت وير دلوقتي، فالمعلومه اللي عندك لو عدى 2-3 هتقدم، لان في ذكاء اصطناعي وفي تكنولوجيز جديده بتطلع. فاستغلها دلوقتي ان انت تبيعها لكذا حد، بدل ما تكون واقفه عليك او واقفه على الشركه بتاعتك. ده اللي انت محتاج تعمله. ممكن تشترك في القوائم البريديه بتاعتنا بشكل مجاني تماما، هيوصلك ايميلات بشكل مستمر فيها معلومات مجانيه. صدقني المعلومات دي انا دفعت فيها فلوس علشان اخدها، هتوصلك بشكل مجاني تماما. تقريبا بنبعت ايميل كل اسبوع. هتلاقي اللينك بتاع القوائم البريديه تحت في اسفل الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.